يا محمود، بص مين اللي جاي؟ شوقي واخواته شكلهم جايين يتخانقوا معاك. جايين يتخانقوا معاه؟ يا مرحب يا عم. يعني انت متاكد ان النجار ده اللي ضحك عليك يا شوقي؟ هو دون يا انور شوقي عشان ما نعملش مشكله وما يطلعش هو في الاخر. لا هو. طب يلا بينا يا رجاله. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا عم انور. تعال حاجه ساعه للرجاله. حاضر يا معلم. مش جايين نتضايف اصلا. ازيك يا معلم والله يا اسطى، ولا زي ما بيقولوا لك؟ اللي تحسبه يا عم انور. ازيك يا شوقي؟ الله يخليك. اسمك كريم. ناصر اخويا برضه. يعني انتوا جايين الثلاثه جايين لي مكاني عايزين تعملوا معايا مشكله وحوار. لا يابا احنا مش ده اللي بتوع أنا شايفه مشاكل. كده. لا احنا مش بتوع مشاكل، احنا جايين لك كده بالتراضي وبالعقل، عايزين نفهم ايه اللي حصل بينك وبين شوقي، لان شوقي دلوقتي قال لي انا كنت متفق على العزال مع الراجل تمام. وفرح وخلاص فاضل عليه 20 يوم، الكلام ده من 6 شهور كان متفق على عزاله معاك ومجهزه، وقال لي انا مظبط الدنيا. فاضل على فرع 20 يوم. فاضل 20 يوم على الفرح. يا عم عين ابوك قال لي ان انا فشكلت الخطوبه وفضيت الجوازه دي. امتى وفين الكلام ده؟ يعني انت رحت قلت لاخوك ان انا نصبت عليك؟ انا نصبت عليك؟ ايوه نصبت عليا يا يعني انا محمود. معروف في المنطقه يا جدعان. يعني انت معناها كده نصاب. بس يا ناصر عيب، انت في مكان الراجل ما تغلطش فيه. مكان الراجل يا عم. ما تغلطش في الراجل في مكانه. اخوك الكبير بيتكلم واسكت. اتفضل يا عم اتكلم. دلوقتي يا عم محمود انا عايز اعرف عزال الواد فين؟ عزال الواد فين؟ اه عايز تعرف اخوك لعبي ولا مش لعبي؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. الراجل ده جالي قبل فرحه ب6 شهور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود. اهلا وسهلا يا حبيبي. بطل يالا. دلوقتي يا عم محمود انا اخويا انور البنا تمام كده اللي يا هنا اسطى؟ جنبك. تمام يا محمد. ايه؟ اللي هنا جنبك تمام. انور البنا. انعم واكرم يا عم. حبيبي انا سمعت عنك يعني. والله ما عندي سمعت- شغل يا صاحبي. مش عاوز اشتغل والله. والله انا عايز لسه انا هربان والله من الشغل. قلت نص ساعه كده اللي انا هاجي اتفق معاك. عاوز اوضه نوم واطفال وركنه وكده. اوضه نوم واطفال. طب انت عارف ان الدنيا دلوقتي اتغيرت. عارف كله بقى كل شغال، حاجة. كله بقى شغال على الانترنت. تمام. ايه رايك في الاوضه دي؟ بس الاوضه دي حلوه. الاوضه دي حلوه؟ اه. طب اوريك اوضه اطفال. ماشي. بس هي دي. هي دي. عاوز الركنه بقى. لا ارجع كده تاني. معلش واحده واحده. هي دي. تمام. عايز سفره؟ عاوز سفره وعاوز مطبخ. السفره دي بقى انا هعملها ايه؟ مطبخ يا عم على العروسه. لا انا شايلين واحده. شايلين. طب تمام. اعمل لك شезлونج؟ لا. طب تمام. انت كده امرني. عشان خاطر انور وعشان خاطرك. اسمك كريم ايه؟ شوقي. بص يا ابو الشوق. اتفضل. عشان خاطرك اتفضل يا استاذ محمود. العزال دوت عامل 17000 جنيه. ريحنا شويه يا استاذ محمود. مشكلة الجيران في كده. طب خلاص، ايه رأيك ان العزال ده يقطع 15000 جنيه بمصنعيته؟ والله انت كده عملت معانا الصح. انت دلوقتي ازاي بأي حاجة بقى؟ والله لا تاخدهم كلهم. كام دول؟ 3 لسه واخدهم من الشغل. تمام. طب ال 20 جنيه دي؟ حتى دي بقى اروح اخد بقى توك توك. ماشي. النبي فاضل لي 6 شهور. خلاص ماشي يا ابو الشوق. خلاص. انا هشتغل فيهم بكره، هنزل اجيب خشب واشتغل فيهم بكره. ربنا ماشي يفرحك يا ريس. حبيبي. حبيبي يا ريس. عاوز حاجه؟ سلام. السلام عليكم. ربنا يفرحه يا اخي. طيب لغايه كده الدنيا تمام. فين العزال؟ برضه هتقول لي تاني فين العزال؟ اخوك بعد ال6 شهور دول جالي بعدها وجاي له وشه في الارض بيقول لي يا اسطى محمود. قلت له ايه؟ قال لي انا فشكلت الخطوبه. شوف عادل يا ابني. اهوت يا اسطى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اسطى محمود. يا عم ده لسه فاضل 4 شهور على الفرح. تعالى افرجك على المطبخ. ايه رايك بقى في المطبخ؟ مطبخ ايه بقى يا اسطى محمود؟ ضرب حلوه كمان اهي. خلاص بقى يا اسطى محمود فشكلت. يا عم فشكلت ما تهزرش. اوضه النوم بتتغرى والله وتتسمر. فشكلت. طب اوضه الاطفال بتتغرى وتتسمر في الورشه الثانيه بتاعت محمد اخويا الكبير. والله العظيم انا بقول لك فشكلت يا اسطى محمود. فشكلت. انت عارف يعني ايه فشكلت؟ والله يعني كده. الخشب ده مين هيشيله؟ ده المطبخ ده جايبه خشب بس ب 4000 جنيه. طب اعمل ايه يا اسطى محمود؟ بتشيل لي خشب ب 12000 جنيه ليه؟ معلش يا اسطى محمود لو عندك حد يشيله يا اسطى محمود. لو ليه عندي ايه؟
لو لقيت حد يشيل الخشب ده يشيله يا اسطى محمود. الله. اخواتك عارفين بقى ان انت فشكلت والكلام ده؟ ها؟ محدش يعرف حاجه يا اسطى محمود، انا فشكلت كده من. طب ما كنت رجعت لاخوك يا ابني يمكن الحوار يخلص. ارجع يا عم، كل شويه تقول لي تورته عشان كل ده عشان خاطر عيد ميلادها، وانا راجل ارزاق يا عم محمود. لا حول ولا قوة الا بالله. وشغال انا شغال باليوميه، يوم و10 لا. طب اعمل ايه يا اسطى؟ المشكلة مش في كده يا شوقي، طب المشكلة العزال ده انا اوديه فين؟ والخشب ده مين هيحاسب عليه؟ انت ما اديتنيش غير 3000 جنيه يابا. ماشي يا شوقي، انا هتصرف يا شوقي. روح. طب شوف لي 1000 جنيه سلف. نعم؟ قول لي انت جاي تاخد العربون وتلبسني انا العزال، صح؟ معلش يا اسطى محمود والله مزنوق يا اسطى محمود. هنعمل ايه يا اسطى؟ عمل ربنا بقى. خد يا اسطى. معيش غير 800 جنيه. وادي 200 جنيه عشان ايه؟ ما تقولش كده جاله وما ادانيش. ازاي شوقي تيجي من غير ما ترجع لي يا شوقي؟ ما هو برضه راح عمل مشكله معانا سايبه وراح حلها من غير ما يجيلي. وانا بعت العزال، عارف المعلم علي اللي هو بتاع المعرض؟ بس تعالى يا اسطى محمود. الحمد لله على السلامه يا اسطى علي. عامل ايه؟ اسطى محمود. اخبار المعرض على حسك ايه؟ كله تمام. نورت الدنيا يا باشا. نور بوجودك يا باشا. تشرب ايه؟ لا تمام والله. كرسي يا محمد، كرسي من جوه. يا اخي اشرب حاجه. حبيبي يا باشا. الرجاله اللي معاك عامله ايه؟ كويسين والله الحمد لله. تشتكي من حد هناك؟ لا كله تمام. اجي اشتغل عندك صبي؟ حبيبي اخوك. حبيبي يا ريس. صاحب بقى يا المكان. معلم. روح يا محمد. حبيبي يا محمد. ايه؟ روح يا محمد، مش هشرب حاجه. حاضر. صلاه بينا على النبي. على الصلاه والسلام. انا واقع في حوار ومحدش هيطلعني منه الا انت. خير يا معلم. جالي عريس. تمام. الكلام دوت من شهرين. ايوه. جاي يتفق معايا على فرح وبتاع والكلام ده. فعايز اوضه نوم واوضه اطفال وسفره والكلام ده. فوريته الاوضه دي والاوضه دي والاوضه دي. اللهم صل على النبي. تمام. هم على التشطيب تلات بقى كده. أوض. 3 اوض. عملتهم؟ كام يا ابني؟ قلت له 17000 جنيه. هو عيل ارزاقي وعلى الله. شيل ايدك وحط ايدي. مشي طلب 15000 جنيه. قلت اجيب شويه خشب ب 12 ومصنعيتي انا 3000 جنيه. تمام. خدت لي بالك؟ تمام. جالي من شهرين وظبطت مع الدنيا. جالي امبارح بقى قال لي الجوازه اتفشكلت. اوف. اصبح مين يا معلم علي اللي هيحاسب على المشاريب؟ سيادتك. لان لو حد غريب والله انا كنت ربطته جوه. انما ده ابن جهتي، ابن منطقتي. يعني ابلعها ما ينفعش تاثر معاه. ابلعها وانا ساكت، ما هي بقت في حجري. تمام. قال لي عايز 1000 جنيه سلف من ال 3000 جنيه العربون اللي هو دافعهم. رحت انا مطلع 1000 جنيه ومديهم له. الله يبارك لك. ليه عندي 2000 جنيه في نيتي؟ المفروض واحد غيري يقول له انت مالكش عندي حاجه ويلا لا من هنا. وانت كده لبست 3 اوض. يا عم انا لبست ال3 اوض ولبست ال 12000 جنيه وعايز حد يشيل مني ال3 طب اوض. صلى على رسول الله. على الصلاه والسلام. هو دافع لك 3000، خد بوصله 1000، فاضل له 2. تمام. طب ال3 اوض دول على الشغل اللي بتاعك ده. بس هم لسه خشب ابيض. طب ما هو ده الطلب، هو ده المطلوب يا محمود. عشان لما حد يعوز منك الالوان وكده. انا اديهم بقى لون على مزاج انا. يعني انت يا معلم علي بكلامك ده بأمر الله. افهم ان انت ناوي تشيل بتوع يا معلم. بأمر الله. طب اسلمك ال3 اوض دول على يوم الخميس. متشطبين خشب ابيض. خشب ابيض كله. مش عايز نقطة بوهية ولا نهائي. غر ومسامير كله. توكلنا على الله، مفيش مشاكل اصلا. مفيش اي حاجه ماشي بيها الدنيا. طب صلي على النبي بس صلى الله عليه السلام. وسلم. انا هديك دلوقتي 2000 جنيه يمشوك. تمام. تمام؟ تمام. وانت ان شاء الله وانت بتحول في الاوض بتاخد بقية حقك. موافق. اللي هم ال 13000. خلاص يا عم علي. تمام؟ تمام. وانا ربنا يساعدني في دهاناتهم وفي رصهم في المعرض، ويمكن ربنا يكرمنا بزبون عشان فكنا المشكله. والله انت ربنا يكرمنا بزبون. ربنا يعوضنا على الايه، على التعب بتاعنا. ربنا يكرمك يا معلم علي. ماشي يا حاج معلم. انت بقى دلوقتي ايه، تاخد لك ال 2000 جنيه دول. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا صاحبي. تشكر يا معلم علي. انا مش عارف اقول لك ايه. قلت لك ال 2000 جنيه دول لسه جايين لي دلوقتي من اخر اوضه بيعها من عندي، وان ال3 اوض دول هيتعرضوا، هم اللي يعتبر هم اللي هيبقوا في المعرض اليومين الجايين دول. ربنا يفرج عليك زي ما انت فكيت علينا. الله يصلح حالك يا سلام. هتقعد تشرب حاجه حبيبي استاذ. تقعد تشرب حاجه يا اخي. معاك العربيه ولا اجيب لك توك لا توك؟ معايا العربيه. معاك العربيه؟ سلام يا باشا. ربنا يحمالك، ربنا يحمالك يا حبيبي. من هنا انا بايع العزال.
طب بعت والساعة يا عم العزال؟ محمود؟ ايوه بعت العزال، واحد بيقول لي فشكل وكان مديني 3000 جنيه، يعني مش مديني عربون. يعني هو انتوا ليكوا في ذمتي 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ 2000 مش هو جنيه. مديك 3؟ ما انا قلت لك يا عم بس انت نسيت. طيب احنا دلوقتي عايزين عزال الواد عشان فاضل له 20 يوم على الفرح. خلاص. وهنكيش الفلوس كلها، فلوسكم واحد. وما تزعلش مننا يا اسطى محمود. في حد كده انا هتصل عليه اسمه المعلم علي، صاحب العزال اللي خده. شوفوا انتوا هتخلصوا معاه ازاي. انا هرن عليه دلوقتي يجي ونشوف الحوار ده. العزال العمولة مش جاهز. عمولة اللي عنده معروض في المعرض. بس قبل ما ارن عليه. اللي هو عنده. ايه رايكم؟ دي اوضه النوم تمام. الله أي الله اكبر. ودي اوضه الاطفال تمام. صلاة النبي احسن. والركنية ودي القعدة، هو كان وراني. ودي السفره. الله اكبر الله اكبر عليك. تسلم ايدك يا عم محمود. هرن عليه. يا باشا. الو. السلام عليكم. بعد اذنك يا عم علي، احنا عايزينك هنا نصايه بس. خلاص ماشي، سلام. انا بقى عم انور، اخوك هو السبب في الموقف اللي حطوكوا فيه. اخوك لما جه فشكل وراح قال لي رحت عند نسايبي وعملت معاهم مشكله وحوار. لو كان رجع لك، انا اول مره اعرف ان انتوا صلحتوا الحوار تاني. لا يا عم الحمد لله الموضوع خلص. صلح الدنيا وجي عك الدنيا من غير ما يعرفنا اي حاجه. طب ارجع لي. طب يا شوقي ازاي يا شوقي؟ نسيت والله انت عارف. طب ما سيبك ما يرجع لك، انت ما يرجع لي انا ويعرفني. صح. حوار زي أنا ده نسيت. يسقط منك. معلش حقك عليا يا اسطى محمود، انا غلطان لك يا اسطى محمود. الراجل جه هقابله بس. ماشي اتفضل يا باشا. ليه يا شوقي كده؟ ليه يا الراجل شوقي؟ دون والله العظيم كده ليه حق فعلا. لا ده كده عدال عيب. ايوه صح. كده عدال عيب وازح كمان يا شوقي. خلاص بقى ما تعرفوش ان هو ليه الحق ومالوش الحق. اقعد ساكتين لغايه ما نحلها. ماشي المهم بس ناخد عزالنا. الراجل جه اهو. خلاص يا اخويا كبير. الحمد لله على السلامه يا معلم الله علي. يسلمك يا أستاذ معلش عطلناك عن شغلك يا معلم خير يا علي. أستاذ محمود. معايا مشكله كبيره هنا في الورشه يا معلم علي. خير يا معلم. فاكر العفش اللي انت خدته من قيمه 3 4 شهور اللي انا قلت لك بتاع العريس اللي مفشكل خطوبته؟ اللي كان مديك 3000 جايب دوت اخواته وعاملين حوار وعايزين العفش. اوعى كل عفش بعته. لا العفش موجود يا اسطى محمود، بس صلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. برضه مش هتاخده بالسعر اللي انت فاهم الدنيا عم ماشيه أنا- ازاي، كل حاجه بتزيد يا اسطى محمود. أنا عارف. واحنا انت تعال. فاهم بناكل عيش. تعالى يا باشا. السلام عليكم. السلام عليكم. الراجل اللي خد يا العزال اهو. باشمهندس. عم علي. اسطى علي. ازيك يا اسطى؟ حبيبي. عم علي. عامل ايه يا ده؟ حبيبي. ده المعلم علي صاحب المعرض اللي خد العزال مني وحطه عنده في المعرض. عارف يا عم علي. الله انت كنت واخد العزال مني بكام يا عم علي؟ والله كان عامل 15000. تمام. تمام. ايه الدنيا؟ لا الدنيا اتغيرت. طب النهارده يعمل كام يا عم علي؟ النهارده انا لو هسيبه لهم هسامح لهم فيه ب 22. لا ثواني بس. الكلام اخده وعطا. ما تركبش المجال لوحدك. ثواني يا يا نصر. باشا كل حاجه بتعلى. ناويين يسلخونا. كل حاجه بتعلى يا ناس. الهادي يا عم ناصر. وحد الله. لا اله الا الله. هو العزال كل وشرب عندك؟ علفته. علفته كل وشرب. هو ايه مش الكلام اللي انت العزال بتقوله ده. ده؟ في باترينا وفي ناس بتنظف وناس بتمسح كل يوم يا عم انور. وانا هدفع 7000 جنيه نظافه؟ يا عم صلي بينا على النبي. عليه الصلاه والسلام. اخوك كان دافع عربون كام؟ 3000. 3000 وصلوا 1000. فاضل له 2. يعني انتوا لو دفعتوا ال 20000 اه العزال يبات في حضنهم امتى؟ بامر الله. وكمان نقطه العريس مني العربيات اللي هتودي له العزال لحب بيته. يبقى الكلام خلصان يا عم انور. خلاص انا ابعت لك 18. بيقول لك يبعت لك. لا مش هينفع والله يا اسطى. ده انا ما رضيتش اقول لك ابعت لك 17. انا بقول لك و15. العربيات لوحدها هتكلفني 1000 جنيه. ليه يا عم؟ ده انت احنا واخد مش- 3 اوض يا باشا، 3 اوض. يا عم ده عريس بقى. سفرة. ظهره يا اخي. فاضل 20 يوم والله على طب الجواز. انا ذنبي ايه يا ابني؟ معلش. انا ذنبي ايه؟ انا ذنبي في ناس شغاله عندي برضه بتاخد فلوس وشهريات شغاله. انت بقالك 3 شهور يا حبيبي. مش ذنبي والله. هنقسم البلد نصين يا عم علي. ولا 4/4 يا عم علي. بدل هم كانوا جايين في حق اخوهم غلط ولازم يتحاسب. ماشي ما هو اتحاسب اهو. هيتقدر ب 5000. لا ما يتقدرش لا، لا، ب لا. 5000. هو انا زي ما قلت لك. اتفق معايا على عزال 15000 جنيه. قلتوا ايه؟ الراجل خدوا خشب ابيض دهن ورسمه. ده واخد عملت لكيه. فينا ايه؟ واخد دهنة لكيه. نمرة واحد. ما تعصبش نفسك يا عم عمرو. طب اللي تشوفها يا عم. حاجة هتشرف المحل وهتشرف الوسطى محمود.
بعد اذنك يا عم. وهتشرف العريس. هذا بالليله عندنا سايبه. شيل ال 7000 جنيه. انا هشيلهم له هو على قلبه. هذا بالليله. انا مش هدفع جنيه. صح كده. كفايه اللي انا شايله والقرف اللي انا شايله. انت عايز تتجوز؟ ده احنا بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيط. خليك هما في حالك المغفلين انت. هيزيدوا. ماشي يا عم علي. واحد. خلاص انا هعدي عليك في الورشه نخلص الدنيا بامر الله. ورشة؟ النهارده لا في المعرض المعرض. يا انا اسف معلش. تمام. اصلي المغرب ان شاء الله بأمر واجي لك انا والولاد نشيل العزال ونتوكل على الله. توكل على الله. وزي ما قلت وحاسبك في ميعادك. لك، زي ما قلت لك، وعهد مني العربيات على حسابي اللي هيتعمل. الله يبارك لك يا شكرين يا عم عم علي. علي. شكرين. الله اي يفتح خدمات. عليك. شرفتنا يا عم علي. السلام عليكم. سلام وبركاته. يبقى انا كده يا عم انور عداني العيب، وان كان اخواتك مسخنينك عليا، انا راجل في شغلي وفي اكل عيشي. انا حد الله ولا بنصب على حد ولا بضحك على حد. وجبت لكم راجل صاحب المعرض ساب شغله، ومكافأة منه ليكوا ان بيقول لك هجيب الحاجه من المعرض بالعربيات على حسابه. يعني اقل حاجه اصلا ما انا اللي لابسها العربيات يا عم محمود على حسابه ان منين؟ كان ليك كلام عن اخوك اللي سوحك وصغرك قدام الناس. لا ده حسابه معايا في البيت لما نروح. لكن انت يا اسطى محمود انت ما عملتش معاه الصح بربع جنيه. هو عمل معانا فوق الصح انت وقفت في ظهر الراجل ضدي. عشان عشان احنا غلطانين. انا قلت عرقه ب5000 انت عايز تعرقه ب7. يا عم اللي انت شايفه يا عم انور، بس انا يا عم انور الراجل دوت انا باكل من وراه عيش ورايح جاي عليا، واللي انا بعمله لو ما لقيتش حد بيشتريه هو اللي بينزل شغل السوق. مين اللي عامل الشغل ده؟ الصنايعي الفلاني، وبيودي شغل هنا وبيصفره هنا على اسمي مش على اسمه. على اسمك انما انت بس زبون. 7000 يا عم. انت زبون ما تزعلش مني يا عم انور، انت زبون وماشي. ما انا فعلا زبون. عمري ما هزعل صاحب معرض على حساب نفسي او على حسابك. ما انت فعلا شايفني زبون. هو انت مقدر الجيره ولا العشره ولا المعرفه؟ يا راجل يلا يا ابني انت وهو. يلا ما تقعدش شكرا يا عم محمود شربنا. شكرا. حاجه ساعه. شكرا. تحية من قلب كل حر